اللهم بارك لنا في طعامنا وشرابنا وملبسنا، وبارك لنا اللهم في أرزاقنا، وبارك لنا في أهلنا وأولادنا وأزواجنا، واجعلنا منعمين في خيرك، آمين يا رب العالمين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مطبخي في بيتي مرة أخرى، ومع الحلوة تاع العيد دايما. اليوم إن شاء الله راح نبارطاجي معكم حلوة لي تارتولات بالكراميل والشوكولاتة. تبعوا معايا للآخر. هنا كما راكم تشوفوا نحطوا في إناء 250 غرام تاع مارغرين بحرارة الغرفة، نزيدوا عليها كاس غير ربع تاع سكر ناعم، ونزيدوا مغرف صغيرة تاع لافاني ورشة تاع ملح وحبة بيض كاملة زايد صفار بيضة. نخلطوا كلش مليح بالفوي، ونزيدوا 2 مغارف كبار تاع نشا او المايزينا باش لاباط تاعنا تجي خفيفه. ومن بعد نبداو نزيدوا في الفارينه، نحطوا الكاس الاول ونزيدوا الكاس الثاني ونزيدوا الكاس الثالث، دائما الكاس تاع 220 مليلتر نحطوهم كاع على ضربه، ونوجدوا الكاس الرابع تاع الفارينه قدامنا ونخلوه باش نزيدوه غير بشويه. نخلطوا هادوك 3 كيسان تاع فارينه مليح مع المارغرين والبيض، ومن بعد نبدا نضيف في الكاس الرابع غير بشويه ونلم بصبعتيه هكذا حتى نكملوا الكاس الرابع كامل تاع الفارينه، حتى نتحصلوا على هاد القوام تاع العجينه طريه. نغلف العجينه تاعي بالبابي فيلم ونخليها ترتاح شويه. بعد ما ارتاحت العجينه انا خليتها حوالي ساعتين. جبتها عملتها هكذا كوريات بحجم، يعني درتها بالميزان، انا درتها بحجم 25 غرام. اللي ما عندهاش الميزان دير عينها ميزانها. ومن بعد جبت هاد ليمول، انا عندي هاد النوع، وبديت نحط كل كره في هاد ليمول ونشكل فيهم مليح هكذا. نشكلها مليح، ما نخليهاش خشينه وما نديرهاش رقيقه بزاف بيان سور. وهنا بعد ما كملنا العجينه تاعنا كاع درناها في هذوك ليمول، تقبناها مليح بالفرشيطه وندخلوها كونجيلاتور نخلوها نص ساعه، ومن بعد نخرجوها من كونجيلاتور نحطوها طيب في الفور اللي كنا سخناه من قبل على 160 درجه. كي تاخذ تحميره من تحت شابه نزيدو نشعلوا عليها من الفوق تحمر ابان شويه، يعني تاخذ لون ذهبي، ونخرجوها ونديموليو ليمول ان شاء الله. هكذا كيما راكم تشوفوا الحلوه خدات لون ذهبي شباب، نديموليوها هكذا. بالنسبه للتزيين انا خديت 100 غرام من هاد شوكولا اولي، يعني النوعيه دادا. خديت كميه قلت لكم حطيتها فوق بان ماغي وخليتها تذوب. بعد ما دابت مليح ضفت لها هنا مغرف كبيره تاع زيت كيما راكم تشوفوا، خلطت مليح نخلطها بيان كوم يلفو في هذاك الزيت. وهنا كيما راكم تشوفوا عندي هذا ورق ترانسفير يتباع عند اللي يبيعوا لوازم الحلويات، مكتوب فيه عيد مبارك هكذا. ما نقيسوش هاد الكتيبه بيدنا باش ما تتمحناش، نقلبوه هكا ونبداو نعمرو فيه بالشوكولا هذيك تاعنا هكذا بواسطه ملعقه، نعمرو بالعقل. نحاولوا ما نقيسوش هذيك الكتيبه كما قلت لكم باش ما تتمحناش، هكذا نعمرو مليح. نعمروا الكميه اللي نحتاجوها نسقموها مليح، ومن بعد نحاولوا نخبطوا هكا باش تجي في استواء واحد. نخبطوا مليح هذا ورق الترانسفير هذا، ومن بعد نخلوها شوكولا تجمد حوالي 10 دقائق ولا ربع ساعه دو بريفيرونس، يعني ما نحطوهاش في الفريجيدير باش ما يديروش فيها هذوك يعني القطرات تاع عندها هكا. نخلوها في البرا هكذا حتى تجمد، ومن بعد نديموليوها ان شاء الله.
هنا الشوكولا تاعنا راهي جمدت، نجو باش نديموليوها ان شاء الله بالعقل. راح تديمولا فاسيلمون يعني. فوالا نحو هذاك الزايد، لقينا الشوكولا زايده من الجوانب نحوها بالموس بالعقل. هكذا هذا ورق ترانسفير يعني نستعملوه مره واحده تروح الكتيبه يعني في المره الاولى، بصح راح يبقى هذا البلاستيك هكذايا، تقدروا يعني تعودوا تخبوه وتعودوا ديروا فيه شوكولا تخرج هكا مدوره، ومن بعد هذيك الشوكولا كي ديموليوها تزينوا بها الحلويات وتحطوا فوق منها مكسرات ولا لي سوريس كونفي ولا تزينوا بها تانيك، يعني راح تقدروا تستعملوه مره واحده اخرى. دوك انا نكمل نديموليهم كامل ونوريهم لكم. فوالا هاي لك الكميه اللي دارت لي 100 غرام تاع شوكولا بالحليب دادا. 100 غرام دارت لي 34 حبه هكا تاع عيد مبارك. وهذا الورق تاع ترانسفير يعني باش نزيد نعلمكم، كاين يعني انواع واشكال، كاين تاع عمره، تاع العمره، تاع مبروك النجاح، تاع بزاف صوالح تقدروا ديروا به هكذا شوكولا وتزينوا به الحلويات تاعكم. حاجه سهله مهله. فوالا نجو هنا باش نعمروا لي طارطولات تاعنا الحلوه. فوالا نحطو هكا. انا جبت لكم الانواع في 3 اللي درتهم. عندي هنا شويه تاع الكاوكاو مرحي، خلوه مرحي شويه خشين، اللي تحب دير الكاوكاو ومن بعد توفيا كراميل ومن بعد الشوكولا، واللي ما عندهاش كاوكاو دير توفيا كراميل ولا نسلي كراميل ومن بعد الشوكولا. انا هنا راح ندير شويه تاع كاوكاو ماشي حاجه. ومن بعد نزيدو نجيبو هاد توفيا كراميل هكذا، نزيدو ناخدو مقدار تاع مغرف تاع قهوه صغيره هكا، نزيدو نعمرو بها لي طارطولات تاعنا في الوسط. قلنا توفيا كراميل، واللي تحب دير نيسلي دير النيسلي هكا. نحاولوا نمشوها مليح على الحبات تاعنا، ديروا شويه ما نعمروش بزاف على خاطر راح نزيدو نديرو الكاناش تاع الشوكولا وراح تعمر لنا. ومن بعد نجيبو الشوكولا تاعنا. هنا درت 200 غرام تاع شوكولا. انا درت شوكولا بالحليب دادا، درت 200 غرام، زدت لها 4 مغارف كبار تاع حليب سخون، وزدت لها مغرف صغيره تاع زيت مع الاخر باش تعطيها هذيك لا بريونس هكذا، باش نديرو لا غاناش تاعنا. على خاطر لو كان ندوبو غير شوكولا وحدها ومن بعد هي راح تنشف بصح تجي يابسه، هكذا راح تنشف الشوكولا تاعنا وتبقى لنا اون ميم طون طريه. فوالا دوبت الشوكولا تاعي 200 غرام على حمام مائي، ومن بعد زدت لها 4 مغارف حليب سخون، ومن بعد خلطتهم مليح، ومن بعد زدت مغرفه صغيره برك تاع زيت. فوالا هاي ليك خلطت كلش مع بعض، ونجي نضيف هنا من الفوق فوق هذا الكراميل نزيد نضيف الشوكولا تاعي هكذا. فوالا وكي نكملوا لا غاناش تاعنا نجيبوا هاد الحبيبات تاع الشوكولا تاع عيد مبارك اللي خدمتهم معكم بورق ترانسفير، نزيدو نشبحوا بهم هكذا، نديروهم بالعقل. والحلوه تاعنا راهي جاهزه، نخلوها تنشف ونشوفوها في صحن التقديم ان شاء الله. فوالا والحلوه تاعنا راهي جاهزه قدامكم، هاي لك كيفاش جات. ويعني ماشي غير هاد لا كونتيتي، انا الوصفه هذه خرجت لي خمسة، يعني المقادير اللي درتهم معكم خرجوا لي 45 حبه من هاد لي طارطولات. ودوك نقسم معكم حبه تشوفوها كيفاش جات من الداخل. هادو اليدين تاع بنتي اي شدت لي الطبسيه باش نقدر نقسم. فوالا نحيها من لاكيسات
جات. الله شوفوا كيفاش تتفتفت، جات ما شاء الله. شوفوا لداخل هذيك توفيا كراميل كيفاش جات، والكاوكاو. فوالا، ان شاء الله يا ربي تنال اعجابكم وتجربوها وديروها للعيد ان شاء الله. ما رايحينش تندموا عليها، حلوه بزاف، هايله وبنينه. نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم، وما تنساوش لي جيم ولي كومونتير كما العاده، والى اللقاء مع وصفه اخرى.